السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين يوميات مونيمون، أكلتنا الصحية الجميلة مع سمكة التونة العنيدة. أسهل وأجمل طريقة للتونة في الفرن، طريقة صحية جدا وخفيفة وسهلة. الطعم وريحة تشهي يعني بصراحة. يعني ده الشكل بتاعها لما طلعتها من الفرن. وعملت جنبها شوية رز كده بالبصل المكرمل. دي التتبيلة بتاعتها: كزبرة وكمون وشوية ملح، روزماري، كام فص كده توم، فلفل بسيط، ليمون، 3 معالق زيت. وطبعا هي عنيدة فعلا فانا خليت وانا بجيبها بطلبها فخليته يقطعها لي ترنشات كده علشان قوية، ما كنتش هقدر اقطعها انا بالطريقة المظبوطة دي. ودي التتبيلة كده وجهزتها، وكنت غسلت التونة حلو بقى وبالملح والليمون والكلام ده كله. تبلتها زي ما انتوا شايفين، وخليت شوية من الصوص بتاع الزيت والليمون. هتشوفوا هنعمل ايه بعد كده فيه. وحطيتها في التلاجة نص ساعة بالتتبيلة دي. طبعا احنا دي اكلة بقى مش بمواد حافظة ولا اي حاجة. شوية وجهزت الحاجات الخضروات اللي احطها تحتيها في الصينية اللي هنستخدمها: فلفل الوان، بصل، وعملته بالملح والفلفل كده، وكام عود كرفس، وده باقي الصوص بتاع الزيت والليمون، وبشرت كده جزرتين معاها. يعني اي حاجة ممكن تحطيها كمان. قطع بطاطس كمان مع الخضروات دي. ممكن تحطي شرايح طماطم، ممكن تحطي ايه تاني، اي اضافات عايزه تحطيها من الخضروات ممكن تحطيها. شرايح البطاطس ممكن تتاكل معاها او كده، زي ما تحبي. انا كده رصيت البصل في الاول في القالب بتاعي زي ما انتوا شايفين، وحطيت صفيت عليه مكان الملح والفلفل، فرشته حلو كده. وبعد كده هنزل بباقي الخضروات اللي انا مقطعاها. ده جزر مبشور، كلها حاجات صحية، والحاجات دي هنطلعها نحطها جنبيها ناكلها، بتبقى جميلة جدا يعني. وده الفلفل الالوان هنبتدي نحطه، والفلفل الاخضر. فوائد طبعا التونة، احنا عايزين نقول الاوميجا 3 والاكلات يعني من المواصفات الصحية والسريعة، ومناسبة كمان في الغداء او عشاء خفيف. التتبيلة بتاعتها غنية جدا، والطعم بتاعها غني وجميل، ومفيش دهون زيادة فيها، ومفيش ريحة زفارة. جربيها كمان مع الرز البني بالبصل المكرمل، وهتشوفي النتيجة. واقول لكم على التركايه اللي هنحطها عشان نكرمل البصل كده ويدي الطعم والريحه اللي بتجنن دي. التونه في الفرن من الحاجات الصحيه جدا، واكله خفيفه. عايزين ايه يعني؟ من اخف الوجبات. احنا بندور على الحاجات الصحيه، تقدري تعمليها في نص ساعه مثلا، ومناسبه جدا يعني. احنا قلنا المكونات بتاعتها: الكزبره، ورشه فلفل اسود كده، والملح، وليمون طبعا، والكلام ده كله. رصيت التونة على الخضروات بتاعتي، شايفين الشكل بتاعها. كنت في الوقت ده قبل ما احطها بقى في الفرن، انا شغلت الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200. وده شوية بقى اللي هي شوية الزيت بالليمون بمكان التتبيلة بتاعتها بالتوابل بتاعتها، رشيتهم فوق الوش بتاعها كده. هنسكت على كده؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ مش هندخلها في الفرن كده على طول، وما بنحطش الفويل على الحاجات بتاعتنا. لازم قبل ما نغطيها بالفويل نحط ورق الزبدة، علشان ما يحصلش تفاعل بين ورق الفويل وبين الاكلات بتاعتنا، يعني اللي احنا محتاجين نسويها في الفرن. شايفين الجمال بقى؟ لون التونة جميل جدا جدا يعني. السمك الاحمر ده كده الجميل بصراحة، يعني حاجة يعني. احنا كنا كلنا بنحب التونة من الاكلات البسيطة والسهلة، وبنستسهل نجيبها العلب الجاهزة. طبعا حسب الانتاج بتاع الدول بتاعتها، حسب المواد الحافظة اللي فيها. يعني الكل بيقول يعني مش صح ان ناكلها كتير، يعني اللي هي معلبة.
بس فعلا طلعت نفس طعم التونة اللي احنا بنشتريها يعني، بس واجمل بكتير. شايفين الشكل؟ كرفس كنت ناسيه احطه، يعني انا كنت حاطه الكرفس جنبيهم وجيت اقفل عليها، كنت افتكرته. ده بقى ابتديت اكرمل، بشرت بصلة صغيرة ناعم خالص وحطيت معلقة سكر، وابتدى يكرمل معايا. هتشوفوا شكلها بعد كده. أكلة في البيت اهي، حاجة بقى ولا أروع. شايفين لون البصل لما كرمل؟ يعني احنا بين انه يتحرق مننا وبين انه يبقى اصفر فاتح، ده اللي بيدينا اللون البني الحلو الجميل بتاع الرز. شايفين؟ انا حبيت اظهر لكم ان حاطه ورق الزبده الاول قبل الفويل، واحطها على الرف اللي تحت في الفرن، يعني على اول درجه كده من الشبكه، بنحطها تحت 20 دقيقه كده. شايفين الرز وهو بيتشرب بقى؟ حاجه ما شاء الله. يعني ممكن كمان عشان تزودي اللون وتعززيه، تحمري الرز مع البصله كده لما لونها بيتكرمل دقيقه ولا 2 كده، ياخد الطعم كده. ويا سلام لو حته بيتقرمشوا اللي تحت دول، حاجه تاني. انا كان فات تقريبا 25 دقيقة، ورحت كشفت بقى الغطا بتاعها اللي هو الورق الزبدة والفويل زي ما احنا شايفين كده، وحطيت شرايح ليمون على كل قطعة والكلام ده كله. الليمون مع التونة بيديها طعم حلو قوي، والريحة بتبقى حاجة كده تفتح النفس. والكرفس كمان في صواني السمك، عايزة اقول لكم روعة، حاجة كده يعني خيال. زي ما احنا شايفين ده شكلها لما طلعت واستوت معانا. قعدت لما كشفت الغطا بتاعها الفويل وورق الزبدة وكده، وشغلت الشواية شوية، قعدت تاني 10 دقايق على درجة متوسطة بقى. وده طبق الرز بتاعنا. شايفين شكله؟ حاجة كده تفتح النفس. أكلة بيتي صحية مفيدة جدا، يعني فيها نسبة دهون صحية اللي بيحتاجها الجسم، فيها الأوميجا 3، فيها كل المكونات الطبيعية، فيها يعني حاجات للعظام وللذاكرة والفوسفور بقى. وولادنا دخلوا المدارس والدنيا والجامعات وعايزين أكلات صحية بيتي، بدل ما نستسهل ونجيب علبة. حتى التونة بقت غالية جدا، أقل علبة تونة مثلا، مش عايزة أقول المبالغ دلوقتي بتاعتها إيه عشان تجيبي نوع كويس. يا رب تكون عجبتكم الوصفة دي، وحاجة بسيطة وحاجة سهلة، وهتعملوا أحلى منها كمان. لو عندكم فكرة أو لا رأي فيها تقولوا لي آرائكم إيه، وعايزين أنزل لكم بوجبات صحية ومفيدة جدا لينا. إحنا في وقت إحنا محتاجين الأكل صحي تمام. فده شكلها بعد ما طلعت. عايزة أقول لكم الطعم روعة. جربوها وقولوا لي رأيكم. عندكم أي أسئلة اكتبوها لي في الكومنتات وهرد عليكم. دايما تكونوا بخير، دمتم بخير في وسط حبايبكم، وبالهنا والشفا عليكم. كل أكلة تعملوها بحب لكل حبايبكم وانتوا عايزينهم يتهنوا بيها، بألف هنا وشفا عليكم. واشوفكم بخير. مع السلامة.